خرجت آلاف من الجماهير كوت ديفوار شوارع العاصمة أبيجان يوم الاثنين احتفال بفوز منتخبها بكأس أفريقيا لكرة القدم، وأطلقت الجماهير صفارات وأبواق مع ترديد الهتافات والغناء، فيما نزل الركاب من الحافلات قرب الملعب فيليكس من أجل الوصول إلى في وقت مناسب لاحتفال بموكب الفريق عبر المدينة. ونجح المنتخب الأفيال في التتويج باللقب بعد الفوز على نيجيريا في 2-1 أمس الأحد، ليتوج الفريق باللقب للمرة الثالثة بعد الحصول عليه سابقا في نسختي 1992 و2015. وبدأت الاحتفالات الكبيرة طوال الليل في أبيجان وغيرها من المدن، وأصبح إميريس أول مدرب في تاريخ البطولة يتوج باللقب بدون يتولى قيادة الفريق الفائز منذ بداية المسابقة. كشفت وسائل إعلام تركيا أن الدولي المغربي حكيم زياش توقف عن التدريب مع نادي غلطاسراي بعدم حصوله على راتبه في يناير الماضي. وبحسب ما نقلته الصحيفة التقييم التركية، فإن اللاعب حكيم زياش هدد بالغياب عن التدريبات مع فريقه، وما كان يسبب أزمة حقيقية داخل النادي التركي، قبل أن يتدخل القائد الفريق فرناندو لإقناعه ليعيد النظر في قراره ويواصل التدريب. وقال فرناندو في حديثه مع زياش: لا تقلق، سوف تحصل على أموالك، أنا هنا منذ 12 عاما، ولم يحرم أي لاعب من راتبه على الإطلاق. وبحسب الصحيفة، فإن كابتن الفريق تمكن من إقناع زياش بالعودة إلى التدريبات. جدير بالذكر أن النادي التركي سيحصل من الاتحاد الدولي لكرة القدم بين قوسين فيفا على مبلغ التعويض على إصابة زياش في الكان، وتشير التقارير إلى أن المبلغ يصل إلى 350 ألف يورو، وما سيغطي راتب الدولي المغربي لشهر فبراير المقبل، حيث سيغيب بسبب الإصابة. يسافر الناخب الوطني وليد الركراكي إلى أوروبا قبل التوقف الدولي القادم بحثا عن لاعبين جدد لتعزيز صفوف المنتخب الوطني المغربي في المستقبل القريب. ويواجه المنتخب المغربي تحديات مهمة بدءا من كأس أفريقيا 2025 والتأهل كأس العالم 2026 والحفاظ على المستوى المميز الذي ظهر به في المونديال 2022. مهمة لوليد الركراكي في رحلته لإقناع لاعبين جدد. إبراهيم دياز نجم ريال مدريد الإسباني، ويواجه الركراكي منافسة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لكن دياز اتخذ قراره باللاعب للمغرب. آدم أنزو موهبة مغربية نشأت في أكاديمية برشلونة، يلعب حاليا مع بايرن ميونخ، ويسعى الركراكي لإقناعه بأن المنتخب المغربي هو المكان المناسب له. نشرت المجلة النيجيرية دانيو أفريكا قائمة تضم 100 شاب إفريقي استثنائي لسنة 2023 تقديرا لإنجازاتهم الاستثنائية في مختلف المجلات. وكان من بين الأسماء المكرمة نجم كرة القدم المغربي أشرف حكيمي، إذا شادت دانيو أفريكا بنجومية حكيمي الصاعدة، واعتبرته رمزا للشباب إفريقيا الطموح الذي يساهم في إعداد تشكيل صورة القارة وإلهام الجيل القادم. وشددت المجلة على أن براعة حكيمي وعزيمته أهلته ترك بصمة لا تمحى في مجال كرة القدم، مبرزة غنى المواهب بإفريقيا. ولم تقتصر القائمة على النجوم الرياضية، بل ضمت رواد من مختلف المجلات من ريادة الأعمال والقيادة الذين ساهموا في إحداث التغيير الإيجابي في جميع أنحاء القارة. ويمثل هؤلاء الشباب بريق أمل إفريقيا ودفاع لتجاوز التحديات وتحقيق المستقبل أفضل. من جانب آخر، يعد اختيار أشرف حكيمي ضمن قائمة نيو أفريكا اعترافا عالميا بإنجازاته وإلهامه للشباب الإفريقي، ويمثل هذا التكريم دفاعا للاعب المغربي لمواصلة التألق على المستطيل الأخضر، ورمزا للقدرة الإفريقية لإنجاب مواهب استثنائية في جميع المجالات.